انت قاضي هلهولة بلدكم، ومش انا قلت لك لو شفت وشك هنا تاني هزعل امك عليك؟ هو في ايه بالظبط؟ انا واحد قاعد في حالي ما عملتلكش حاجه، انت بتكلمني كده ليه؟ انا عندي 3 ثواني، لو ما اختفتش من وشي دلوقتي مش هخليك تعرف تشوف وشك زي ما هو تاني في المرايه، فاهم يا حماده؟ حماده لا على فكره بقى انا لاقي اسم تندهني بيه، ولو ما نادتنيش باسمي مش هيحصل لك كويس، مش هيحصل لمين كويس. هلا انت بتكلمني انا بالاسلوب ده؟ شكلك عايز تتربى ولا ايه؟ تعالى. لو انت هفق المنطقه كل اللي رايح واللي جاي بيديك بالجزمه، في واحد لابس فانيلا حمالات شبه اللي لابسها دي بالظبط لسه رنك علقه موت حله عندنا فيديوهات نسر الكونغ فو معاها، انسى ان حد يعرف يجي عليك تاني. قلت يجي عليك ولا يجي عليك مش مشكله، انسى ان اي حد يعرف يدوس لك على طرف. عايز انتقم، انا لازم اتفرج على نسر الكونغ فو. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ اخيرا بصور فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي بتسالني انت ليه بتغيب وليه مش بتنزل فيديوهات كتير وكده، تعالى اكلمك كلمتين بالعقل. دلوقتي الحاجه لما تكتر وترطرط في السوق كده قيمتها بتقل، انما الحاجه اللي مفيش منها كتير بتبقى نادره وقيمتها دايما بتبقى في السما. وبعدين لو كل شويه انزل لك فيديو هتقول عليها مدلوق، انا لازم اتقل شويه كده. مش عارف انا بشقطكم ولا بعمل لكم محتوى يعني. بعدين يا باشا انت بتتقل وبتاخد حاجه نظيفه، ولا انت عايزني اكروتك اعمل لك فيديو كل اسبوع بقى؟ على فكره سهل اعمل محتوى فين ابوها ده، اجيب واحده بترقص واقعد اقول لك هو فين ابوها وفين اهلها والجو سهل يعني، مش صعب عليا ولا حاجه، بس انا بحترمك يعني. ففيديو كل 3 شهور يعني حاجه حلوه جدا يعني، احمد ربنا بقى. ولو هتقول لي اصل فيديوهاتك حلوه وانت بتوحشنا لا ما وحشكش يا حبيبي، احنا كده هنخيب بقى ولا ايه؟ على فكره انا بحب خطيبتي. بالنسبه لحته الاشتراك واللايك والكلام دوت، انا مش عايز حد يشترك عندي، انا مش عايز حد يشترك عندي. ده بنفهم ان انت اللي بتستفيد لما بتشترك عندي مش انا اللي بستفيد. بس لو هنتكلم بجد، لو انت فعلا عايز تشترك في القناه يبقى انت فعلا مهتم انك تتفرج عليا. انما الحاجه اللي انا عايز عليها فولورز بجد هي الانستجرام يا عم. الانستجرام بتاعي عليه 200 وشويه بس يعني، مش فاهم ايه العبط ده. شدوا حيلكم يا جدعان. على فكره بنزل صور حلوه يا جدعان، بنزل صور شبه الارت ورك بتاعت تراكات ابي يوسف يعني، دي لوحدها كارثه. يلا بينا نرجع لموضوع الفيديو ده. هنتكلم عن شخصيه من اقوى الشخصيات في التاريخ، راجل ما بيهموش حاجه من الاخر. لو انت شخص معضل وضخم وحبيت تيجي تضربه تخلص عليه، دي ما عادش اسمها عضله يا جماعه، خلاص دي كده عطيه. ولو اتلميت عليه انت واصحابك هيقوم بيكوا كلكم. ولو دماغك وزتك وفكرت انك تضربه بسكينه فاكره كده هيعطل يعني، هياخد منك السكينه مش عايز اقول لك ممكن يحطها لك فين. وكمان بقى لو فكرت انك تهاجمه بمسدس تقدر دلوقتي تقرا الفتحه على روح المسدس. بدات احس انه فاضل له خطوه ويعمل فيديو ازاي تدافع عن نفسك ضد الاف بي اي وترجعهم بلدهم لابسين طرح. مش بس كده، لو فرحك النهارده هتلاقيه اول واحد جاي يوجب معاك وبيرقص في فرحك بحركات الكونج فو بتاعته. هو عيبه انه ساعات بيعمل فيديو رياكت. اوف يا نهار ابيض. والصدمه بقى اللي ما كنتش عايز اقولها لك انه يقال ان الراجل ده ممكن يهزم بوكس مصر. البوكس ضرب عش. ممكن تبطل تتفرج على افلام مصارعه رومانيه؟ ضرب عش. ممكن تبطل تخلي كل تفكيرك في نصك اللي تحت ده اللي موديك في 60 داهيه؟ ضرب عش. اخر حاجه كنت عايز اكشف عنها ان الراجل ده صاحب قضيه. حماس فتحت ابواب الجحيم لقطاع غزه، تدفع ثمن تم تحرير الاقصى. والراجل ده هو كابتن جابر ايه نسر الكونغ فو. نسر الكونغ فو ده هيعلمك حاجات كتير فشخ يعني. مثلا لو في واحد بينادي عليك باسم مش عاجبك، ايه يا كوكي، انا اسف جدا على اللفظ. كوكي قناه فاميلي فريندلي، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. في الفاظ كتير بتخلي المتنمر يقولها لك، يا كوكي يا سوسي يا شتيمه. ما جربتش الصراحه ان انا اروح اقعد مع منيري يعني، بقت حاجه شتيمه بقى يا شتيمه الشتيمه. فانت اللي مديله الفرصه انه يمد ايده عليك يضربك في مناطق حساسه. ايه يا عم مش الدرجه دي يعني. يا ابو حميد عامل ازيك؟ يا كوكي عامله ايه؟ الواد مبتسم من الودن للودن فرحان ان هو يقول لي كابتن جابر يا كوكي. وانا عايز اعرف ايه موقف الناس اللي واقفين ورا دول يعني، مش فاهم. جيب حته يا شتيمه. بقى يا شتيمه الشتيمه. شايفين دلوقتي بيقول يا كوكي بيتريق عليا، انا بقى عايز دافع عن نفسي من التنمر. تمام. ازيك يا كوكي عامله ايه؟ طب يا عم ما تقوليش اللفظ ده لو سمحت. يا عم انت بتزعل. انا ما تقوليش اللفظ ده. انا ليه اسمي كوكي، مش بهزر معاك. لازم يكون عندك حاجه اسمها كوكي. الكلمه اتولدت وابويا سماني كوكي. اللي انت شايفه يا عم كوكي. ازيك يا كوكي عامله ايه؟ لو قعدت حياتي كلها مش عارف احمل المونتاج بتاع الانترو بتاعته. وغالبا كابتن جابر عنده فرط حركه. لا تهتم بشكل الجسم ولا بضخامه العضلات، كل ده يا معلم كده مش مهم. بوم. دي ادلبس تراكات موسى سام. الشخص الضخم هيكون عايز يضربك ضرب عشوائي. نصيحه بس للشباب يعني، لو عندك خناقه بالليل اوعى الصبح تقوم تضرب ضرب عشوائي. انزل الخناقه تتضرب ركبك مش هتشيل. اخطر حاجه في الحياه الضرب العشوائي. وقف عن مشاهده اي سيكو او ممارسه اي سيكو. ايوه كده طلع الشر اللي جواك. عاش. يا رب توب علينا من الشغلانه السوداء اللي الواحد شغالها دي. ما كانش ورك فرخه يا عم اللي بتديولي كل فيديو اللي يعمل في الواحد كده. لو انت في مكان مفتوح ممكن تجري. طب انا منظري ايه دلوقتي لما اقعد اقول له يا بالقلب مش بالجسم، وبعد كده لما يجي
يجي يضربنا اطلع اجري يعني، ده انا اتضرب اهواني مثلا اجري عليا ممكن ايه اجري. وفي حاله انك ما بتعرفش تجري يعني وكده، هنا كابتن جابر بيعلمك ازاي تجري. ما يهمنيش اطلاقا الطول او الحجم او الوزن، كل اللي بتعامل معاه يا شباب هو نقاط الضعف: العينين، الانف، النثره، منطقه. نسر الكونغو كان بيشاور بطريقه صص فشخ على منطقه تحت الحزام. بتعامل معاك انك عاوز تضربني اهو، اضرب بس. طب ماشي، كل ده كلام نظري، احنا عايزين نشوف بقى لو حصلت بقى بجد ايه اللي هيحصل. اول ما تحس بألم بسيط او الضربه جت هنا او هنا، عم اسكت بقى اسكت بقى، كلنا عارفين اللي حصل بقى. او زي اللي مثلا عاوز يجي يضربني. الله يحفظك، كابتن جابر طلع بره الكادر اصلا. اهو بضرب في مناطق الضعف اهو، شايفين اهو، ها شايفين؟ بكمل معايا اهو، كمل معايا، كمل ها كمل. الفيديو ده كل ما بتفرج عليه بموت ضحك اقسم بالله. لو ركزت دلوقتي هتلاحظ ان كابتن جابر بدا يضرب بغل، يعني هو مش مهتم خلاص انه يعلمك الفنون القتاليه، هو كل همه ان هو يضرب عصام عشان عصام شاله في الفيديو قدام الناس بتاع 3 مرات ولا حاجه في اللقطه اللي قبلها، فهو بدا ينتقم منه بجد بقى. عصام بيلعب بطريقه الكونغ فو شويه، لكن مقاتل الشارع مش هتلاقيه بيلعب زي عصام كده. واحد ثانيه بس، ليه يا عم عصام يضربني اصلا؟ والله عصام شكله راجل كيوت ومحترم، يعني انت اللي ظالمه. اه صحيح يا جدعان، في ناس كتير بتسال على سلطان بيبقى قاعد ورايا هنا، بس يعني ببقى مداري عليه ساعات. بلاش البطل. قول والله العظيم امسك بجد، والله ماسك بجد، قول والله العظيم نمسكك بجد، ماسك بجد اهو. مش عارف طبعا، هو عطش بطنه باجي ورا اهو. وات ار يو دوينج ستيب كوتش؟ ماسكه غريبه واستحاله حد يمسكها لحد في خناقه يعني. طبعا خلاص بعد ما انت نهيت مسيره الشخص اللي كان بيحاول يضربك ده، هو مش هيستسلم اكيد يعني، مش هيبقى منظره هفق للدرجه دي، هيروح بقى ويجيب لك صحابه كمان عشان يحاولوا ايه يكتروا عليك يعني. هدفع بايد بالشكل ده وهضرب في الوجه، كذلك الشخص الثاني اهو انا بتحرك عنده وبضرب، كذلك الثالث انا لازم اتحرك، كذلك الرابع. نسر الكونغ فو يا جدعان مفكر ان كل الناس عباره عن ام بي سيز في جي تي ايه، اللي هو واحد كده هيجي يخش عليا، ما كلهم هيتجمعوا عليا ويضربوني يعني. فلنفترض وانت بتضرب برضه راحوا كلهم اتلموا عليك ووقعوك على الارض، في الحاله دي هتعمل وضعيه الجنين. لهم انا اسف يا جماعه انا عيل صغير، ما ينفعش اسيب نفسي كده، هنا اعمل حاجه اسمها وضعيه الجنين. ايه وضعيه الجنين دي؟ اعيط مثلا؟ هل حد فيهم يرضعني ولا؟ طب دلوقتي في موقف تاني، ان الشخص اللي معاه السكينه ده مثبتها حرفيا على رقبتي، يعني حرفيا خلاص اي حركه انا اموت. فتعالوا بقى نشوف نسر الكونغ فو هيحلها لنا ازاي. لو انتوا لاحظتوا يا رجاله ان السكينه خبطت في مؤخره الراجل اللي لابس احمر ده وطارت بنسبه 90% يعني، وهو لابس بوكسر حديد. طب خلاص عامه انت عرفت تهزم الشخص اللي بيتريق على اسمك، لما حاول يضربك كمان عرفت ازاي تهزمه حتى لو هو ضخم، وجاب لك صحابه وفشختهم، وقام جاي بقى حاول يقتلك بالسكينه، وكمان انت اتصديت للموضوع ده، فهو خلاص هيتقهر وهيبتدي بقى يلوش بقى، يروح يعاكس صاحبتك مثلا. هحاول ابعدها عن اي خطر وبعدها هعمل معاها الجلاشه. الراجل ما قالش حرف غلط حرفيا طبعا، ده بعيدا عن جمله هعمل معاك الجلاشه اللي صابتني بالعقم دي. كنت مخطوبه وواحد عاكسني وحصلت خناقه بقى، وخطيبي طلع من عربيته بتاع حديد. هو ليه ممكن يبقى خطيبها شايل بتاع حديد؟ يعني ايه اصلا ايه الهبل اللي انا سمعته ده؟ بس عشان ما حدش يتهمني كنت لابسه سدال ساعتها. عمو لو لابسه نقاب برضه هيعاكسوا عادي، دول ناس وسخ. يا قاتل يا مقتول خلصانه، يا قاتل يا مقتول خلصانه. هركبها عربيه وبعد كده اتعامل مع الناس دي. يا عم هو كل حاجه غلط يا عم، هو في ايه؟ خلاص تقول لي سيبها لهم وامشي. الحلاوه دي على فكره مسافر ومش متربيين، بيعكسوا بقله ادب كمان. مشكلتها ان هم بيعكسوا وبقله ادب كمان، يعني كانوا بيعكسوا باحترام، مثلا كان قال لها يخرب بيت حلاوتك اللهم بارك، تمام خلاص مفيش مشكله، انما بيعكسوا بقله ادب. رمضان في مصر حاجه تانية والسر في التفاصيل. هي دي ردة الفعل الطبيعية يعني المفروض تتعمل يعني. ده تصرف الأغلبية العظمى من الشباب، وده تصرف خاطئ طول ما هو ما حصلش أي لمس. استنى كمان لغاية ما يحصل لمس. شايفني ايه يا عم انت بقى؟ المفروض يعني التصرف الصح بقى. دي عسل يا عمر، انت عسل. هو على ما ينفخ ويمشي ال7000 خطوه اللي مشيهم خلاص العيال هيكونوا روحوا بقى. مش هتخانق والله العظيم، ما هتخانق معاهم. ما تحورش يا عم، انت تتخانق معاهم ايه؟ افرض بيضربوا ضرب عشوائي، تعرف تتخانق معاهم؟ لا عليكم انتوا الاثنين، ترضى على اختك، ترضى على امك، ترضى على مراتك. استفدتوا دلوقتي لما انتوا عكستوا بقى. اقسم برب الكعبه انا ما فارق معايا، اقسم برب الكعبه انا ما فارق معايا، لو عايزين تاخدوها خدوها والله ما فارقالي، بس كنت تستاذني الاول يعني. هنفضل لحد امتى كده سرعه الادب؟ لما هو الالفاظ دي نفضل كده عاطلين مش شغالين. يا عم امشي بقى، في واحده اجمد منها جايه على اول الشارع، سيبنا اشوف شغلي. خلاص لما تروح انت مثلا تزعق لهم هيحطوا
وشهم في الارض كده زي الام بي سيز اللي انت جايبهم دول، ما يبجحوا. طبعا زي ما احنا شفنا في فرق شاسع، في فرق شاسع بس تابع وكله جاي من دماغي نابع. الموقف التاني يا شباب فيه عقلانيه، فيه حكمه، فيه نصح، فيه ارشاد. في واحده ماشيه معايا حتى يا سيدي لو مش بحبها ماليش علاقه بيها، بس اللي هو ايه هي ماشيه المفروض جنبي دلوقتي في حمايتي الشخصيه، وفي حد جاي يحلو عليها، اعمل فيها الدسوقي بقى واروح انصحه واقول له على فكره كما تدين تدان وهتترد لك في اختك. اعتبرها اختك يا ادم، اعتبرها اختك. لما تبقي عايزه بس اروح انصحهم ليه يا عم؟ على الاقل يعني اوقف لها تاكسي وامشيها واركب التاكسي اللي وراها وامشي. التصرف السليم ان انت تخليها في امانها وتروحها وتروح انت تتخانق معاهم، سواء اتضربت او ضربت، في الحالتين انت هيبقى على الاقل شكلك راجل قدامها. يعني حتى لو اتضربت مش مشكله يا عم، خدوك على اخوانا وكانوا كتير ايا كان بقى، بس يعني على الاقل رحت عملت اكشن يعني. انما انت كده اللي هو اروح انصحهم وبتاع المهم انا اعرفهم. المتحرش ده لمس زوجتي او لمس خطيبتي او لمس اختي، في الحاله دي لازم ادافع عن نفسي. ايه اللي عملته انت اخويا دلوقتي؟ ايه اللي عادي ده ازاي؟ يعني ازاي يعني اللي انت عملته ده؟ ازاي يعني اللي انت عملته ده؟ ازاي يعني ازاي يعني؟ وبعدين انا قفشت الواد اللي شبه ابن السيوف ده واقف بيضحك ومبوظ لهم المشهد. بضرب في نقاط الضعف الحساس زي الوجه بالكامل ومنطقه. عارفين هو ما جاش جنب الاماكن الحساسه خالص، وقعد يزقهم بس من صدرهم كده وخلاص. الجزء الثالث وده خاص بالبنات، ممكن المعتدين يحاولوا ان هم يضربوكي، فلازم في الحاله دي تدافعي عن نفسك، تستخدمي اي اداه معاكي. انا ملاحظ ان الناس اللي مع ناس الكونغ فو مش بتعرف تتدرب. انا بعرف اتدرب يا جدعان. ثانيه تعالوا اوريكم. ايوه عاش قوي، اضرب. البنت استغلت الفرصه وقامت قالت ايه تديله واحده على المؤخره. ولو انت بقى شخصيا بنت وفي حد في الشارع حاول يتحرك بيكي، كابتن جابر مش هينساكي اكيد. بنت كلمتني وقالت لي يا كابتن وانا رايحه الشغل، للاسف كنت منتظره تاكسي او الباص، المهم في ولد جه بسني وجري. اما يا بختها يا عم حد لاقي. علشان كده لازم نتعلم ازاي ندافع عن نفسنا ضد المتحركين. هو باللي انا شايفه قدامي كده واستحاله يبقى بيديها بوسه، واكيد عايز يجيب لها كسر مضاعف في الجمجمه يعني. وبعدين هو جاب واحد من قوم عاد وواحده من السنافر عشان يعملوا مشهد اكنه بيحاول يبوسها، يعني بيعمل كده. عارف لو في الحلال، عارف لو متجوزين مش عارف يبوسها برضه. بس خلاص كفايه حبيبي. انت كمان بتدافع على المتحرشين يا كابتن جابر؟ كابت خالص يعني. اهدي يا باشا. اهدي يا باشا. لا قدر الله في ولد عاوز يعتدي عليكي، هو يحاول يحتضنك. ايه يحتضنك دي؟ اسمها يحتضنك دي اللي هو يحتويكي يعني، ما اعرفش بقى. احنا ممكن عند البنات لو فرضنا ان الشاب بيقرب ليها تزق بايديها وتقفل الفم. البنات فعلا محتاجين يقفلوا الفم اليومين دول شويه يعني. طب عموما يا جدعان انا اسف عشان انا قاعد بمنتج اكتشفت ان البنات بقى ليها راي وممكن تكنسلني وكده، فبجد انا بعتذر لكم. ولو هتشتميني يعني يا ريت قبل ما تشتميني تمسحي ايدك من صابون المواعين. والله العظيم بهزر، اقسم بالله انا مش حملكم والله. وراح ايه؟ ايوه مسكني كده. طب يا عم صبرك يا عم، انت راجل متجوز. مش عارف ليه حاسس كابتن جابر فرحان يعني الراجل ده حضن اقل صوره في البوم صور فرح ابوك وامك. ممكن تقعدي في عنده الترقوه هنا كده. كابتن جابر بيتغدى بكتف الراجل مش بيعضه، في الغالب كده يا كابتن جابر هي بتديله لاف باي، غالبا هو في اللحظه دي هيبقى مبسوط يعني. ما تنسوش، لا انا مش هقول لكم اشتركوا بقى واللايك، انا مش بتاع الكلام ده. خلاص بقى كلها بقت بتقلدني بقى. اول كنتوا بتقعدوا تقولوا والنبي ابوس رجلك يا بيه اعمل لي سبسكرايب. اخر حاجه بقى الراجل اللي انت بتتخانق معاه ده خلاص اتجن منك وقرر ان هو يضربك بمسدس. ماشي حاضر والله، خد اللي انت عايزه. ماشي هديك اللي انت عايزه حاضر. وانا على ما اعمل كده هبقى مت خلاص فاهم. حاضر حضرتك والله، خد اللي انت عايزه ماشي اي حاجه. شايفين بعمل ازاي؟ بتكلم معاه ببين له ان انا خاضع ليه. الخضوع المزيف. لو سامح بركات شافك. المرأة بتخضع للشخص القوي اللي هي بتجري وراه وبتتمنى تنول رضاه. حاضر والله هديك اللي انت عايزه ماشي تمام. عملت الحركه دي. حد فهمه يا جدعان والنبي ان لو في حد معاه مسدس فهو هيقتلني وخلاص. فكك من شغل افلام محمد رمضان ده بقى. ودلوقتي سايندرو قرر يقفل على نفسه ويعمل معسكر تدريبي بتمارين قاسية على ايد نسر كونغ فو عشان ينتقم من ابو فنيلا. ضرب عشوائي. علي يا ابن الفجر. دلوقتي اقدر اقول لكم بعد ما اتفرجت على فيديوهات نسر الكونغ فو بقيت قادر ان انا اهزم الواد الجحش ابو فنيلا اللي ضربني وفشخني في اول الفيديو. والله لا طلع بس شوفوا بس هو واقف هناك اهو. ابو فنيلا تعالى لي. بقى تعالى كل يوم يا حماده. قال لك ضرب عشوائي يعني. حلوه البتاع دي.
بس كده يا شباب، انا عارف ان انا طولت عليكم فشخ في الفيديو دوت. لو حد عايز يعمل لايك وسبسكرايب والكلام دوت برضو حاجه باختيارك، انا ماليش دخل فيها، مش هشحت منك. ويا ريت يعني تروح تعمل لي فولو على الانستجرام، هو ده بقى اللي هشحته منك، معلش. بس كده اشوفكم فيديو جاي، سلام. لا يا شتيمة الشتيمة، 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 لا يا شتيمة الشتيمة.